ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بقالي كتير جدا جدا ما عملتش فيديوز، بس النهارده يوم مميز بالنسبه لي وقررت اشارككم. النهارده بقى يا جماعه الذكرى التامنه لخطوبتي، عقبال يا رب العمر كله. بس انا مش هحتفل الاحتفال الكامل لان بعد ايام بسيطه عيد ميلاد جوزي، فقلت ان انا النهارده هعمل بس غدا رايق كده وهخلي الاحتفال لليوم التاني. بصوا بقى، اللحمة اللي كانت على النار دي لحمة ضاني، وانا مش بحب اللحم الضاني خالص، فجبت معاها وراك علشان انا بحب الفراخ طبعا اكتر، مش بحب اللحمة قوي يعني، وخصوصا اللحمة الضاني دي انا يعني مش بفضلها خالص. فيلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. اللحمة على النار بتتسلق، وهنا الفراخ هتبلها تتبيلة بسيطة وسهلة جدا ومناسبة لأي حاجة انت عايزة تشويها. بصوا يا جماعة، اللي انا حطيته المتلج دي مية بصل. انا لما باجي بعمل كفتة وباخد المية بتاعتها بشيلها، حطيت مية بصل وبصل متقطع ومعلقتين لبن ومعلقة قشطة ومعلقة عسل، ودي بتفرق جدا معايا، وبهاراتك اللي بتحبيها. انا حطيت ملح وفلفل وكركم وشوية خل طبعا زي ما قلتلكوا ومعلقة زيت، وقلبي كل الكلام ده مع بعض، هتطلع معاكي خلطة سايلة. هي بس كانت عايزة تتقلب كويس كده لان مية البصل كانت متلجة، فعايزة تفك شوية. وزي ما انتوا شايفين كده ان الوراك كانت حجمها كبير، وانا بحب لازم الفراخ عامة تكون مستوية جدا وشاربة من التتبيلة، فقطعت كل ورك على 2. وهحاول بقى ان انا الفتحات اللي انا عاملاها دي هحط جواها التتبيله، وعلى الاقل لازم الفراخ تقعد في التتبيله دي من ساعه لساعتين، ده اذا ما كنتوش هتبيتوها في التتبيله. بس انا عشان كنت مستعجله يا دوب قعدت فيها ساعه كده. حطيتها في علبه ورجوها كده رجه كويسه بحيث ان التتبيله تخش في الفراخ كلها، وسبتها في التلاجة حوالي ساعه. انا هنا كنت هعمل جنب الفراخ واللحمه دي مكرونه. هي اللحمة اصلا كنت هوديها عند الراجل علشان تتشوي، بس وديناها وقال انها متنفعش عشان كانت سميكة جدا، لازم تكون رفيعة خالص. فقررت ان انا اسلقها واحمرها وهعمل جنبها مكرونة بالصلصة. وتعالوا نشوف التركات والخطوات اللي احنا هنعملها. الطماطم لازم تتغسل كويس، شوية خل تقعد فيها من نص ساعة لساعة، وبعد كده قطعتها وهفرمها في الخلاط. لما تيجوا تفرموا الطماطم تحاولوا ان هي تكون سميكة، ما تكونش سايلة جامد. هنا خلاص الفراخ بتاعتي كانت اتبلت، والدليل ان هي خدت لون شوية من الكركم اللي احنا حاطينه. الطريقة دي افضل طريقة ليا ان انا لما اجي اشوي الفراخ. حطيت التتبيلة كلها على الفراخ في نفس الحاجة اللي انا كنت حاطة فيها التتبيلة، هحط كوباية مية كبيرة، من كوباية لكوباية ونص. وحطيت شوية من عصير الطماطم اللي انا كنت ضربه دلوقتي، ومعاها شوية من التوابل، ملح وفلفل فقط لا غير، وهنزل بيهم على الفراخ وهغطيها واحطها على نار من فوق لحد ما تاخد غلوتين كده بس، علشان اطمن ان السوا بتاع الفراخ هيبقى مظبوط. هتاخد بس غلوتين، وهبتدي احطها في الفرن من تحت خالص لحد ما المية دي تختفي نهائي، وهتلاقيها خدت وش واتظبطت واستوت على الاخر. اللحمه كانت بتكمل سواها، وحطيت المكرونه، وبرده المكرونه خلاص قربت تستوي. وتعالوا نسبك شويه صلصه حلوين. المكرونه هنا خلاص عندي استوت وبقت تمام، وانا بحب في المكرونه بالصلصه النوع ده من المكرونه جدا، بحسه بيشرب الصلصه كده وبتبقى حاجه يعني طعمها فظيع. طبعا المكرونه لازم تتغسل عشان تنزل كل النشا اللي فيها غسله كويسه كده، وبعد كده هسيبها تتصفى واروح اكمل الصلصه. التركية اللي في الصلصة ان البصل لازم يكون لونه غامق زي ما انتوا شفتوا كده، مش محروق، وهو لونه بني غامق. بعد كده ننزل بالصلصة ونسيبها بقى تتسبك على راحتها. طبعا جنب الاكله الحلوه دي لازم سلطه الطحينه. انا حطيت فصين توم وعليهم كميه الطحينه اللي انت عايزاها، والتوابل بتبقى ملح وشويه فلفل صغيرين وكمون ومعلقه خل. وخدي بالك ان هنا بنبتدي نحط المية تدريجي ونقلب، ما تحطيش المية كلها مرة واحدة، المية حبة حبة لحد ما توصلي للقوام اللي انتوا عايزينه. عايزاه اتقل من كده هتقللي المية، عايزاه اخف من كده هتزودي المية، بس زي ما بقول لكم هتحطوا شوية شوية مية لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه. وبعد ما بخلصها خالص بحط عليها رشة من الزيت، رشة من الزيت دي بس علشان تديني اللمعة مش اكتر. وقلبيها كويس كده، وبكده هتكون معاكي احلى سلطة طحينة. بصوا بقى يا جماعه، ما شاء الله الفراخ بعد ما اتشوت، شايفين انتوا طبعا، انا مش محتاجه اتكلم، شايفين شكلها عامل ازاي، غير ان هي جوسي جدا، والفراخ كانت مستويه، اللحم بتاعها مستوي جدا،
والطبقه اللي فوق دي كانت مقرمشه وحاجه كده فظيعه. والصلصه برضو زي ما انتوا شايفين خدت اللون الاحمر اللي كلنا بنسأل عليه في الفيديوز بتاعتي. وهنا بقى اللحمه خلاص كانت استوت والاكل كله بقى جاهز، بس ناقص بس ان احنا هنحمر اللحمه، لان انا زي ما قلت لكم كنا عايزينها مشويه، فاقرب حاجه ليها ان احنا هنحمرها بعد السلق. المهم ان هي استوت وكانت دايبه جدا، مش ناقصها بس غير ان هي تتحمر. هي بصراحه شكلها حلو جدا، بس انا مش عارفه ليه ما بقدرش اجي ناحيتها خالص ولا حتى ادوقها. والصلصه هي جهزت زي ما انتوا شايفين، هنزل الصلصه على المكرونه وبكده الاكل كله يكون جاهز. واليوم بتاعنا كان بسيط جدا، وبجد برغم ان فيه خطوات كتير في الاكل لكن انا ما حسيتش يعني بصعوبه في اي حاجه. واليوم كان حلو جدا وبسيط وسهل ومفيهوش اي تعقيدات. بس كده، وبما ان مامي وعندي ولدين صغيرين فمعرفتش طبعا ان انا احط الاكل واصوره وكده، فطبعا انتوا عارفين ملحقتش يعني ان انا اوصل للخطوه دي. وبس كده، اتمنى ان كل حاجه تكون عجبتكم.